زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي إلى الصحراء المغربية وأبعادها السياسية والدبلوماسية في خطوة غير مسبوقة. قامت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي بزيارة إلى الصحراء المغربية في فبراير 2025، حيث شملت الزيارة مدينتي العيون والداخلة. وتعتبر هذه الزيارة الأولى لمسؤول حكومي فرنسي رفيع المستوى إلى المنطقة، مما يبرز تحولاً كبيراً في الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء. جاءت هذه الخطوة في ظل توترات إقليمية متصاعدة بين المغرب والجزائر، وأثارت ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي. خلال زيارتها التقت داتي بمسؤولين محليين، وافتتحت مركزاً ثقافياً فرنسياً في العيون، مما يشير إلى نية باريس تعزيز حضورها الثقافي والاقتصادي في المنطقة. كما زارت مواقع تاريخية مثل كازا ديل مار في طرفايا، ومتحف أنطوان دو سانت إكزوبيري الذي يحتفي بالكاتب والطيار الفرنسي الشهير. تعد هذه الزيارة مؤشراً على تغيير الموقف الفرنسي تجاه قضية الصحراء المغربية، حيث لم تكن باريس في السابق تتخذ مواقف واضحة بهذا الشكل رغم دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب. تتماشى هذه الخطوة مع توجه العديد من الدول الأوروبية الداعمة للسيادة المغربية مثل إسبانيا وألمانيا. تأتي الزيارة في سياق محاولات فرنسا استعادة علاقاتها القوية مع المغرب بعد فترة من التوتر الدبلوماسي، خصوصاً بعد أن فضل المغرب تعزيز شراكاته مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإسبانيا. يتوقع أن تعزز الزيارة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن فرنسا تعد شريكاً تجارياً رئيسياً للمغرب. أثارت الزيارة استياء الجزائر التي تعتبر أي اعتراف دولي بالسيادة المغربية على الصحراء تهديداً لموقفها الداعم لجبهة البوليساريو. أدانت الجزائر هذه الزيارة ووصفتها بأنها خطوة استفزازية، واعتبرتها تجاهلاً للشرعية الدولية. يتوقع أن تؤدي هذه الزيارة إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الصحراء المغربية، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والصيد البحري والسياحة. تتجه فرنسا إلى تعزيز شراكتها الاقتصادية مع المغرب في مواجهة النفوذ المتزايد للصين وتركيا في المنطقة. يعد مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أحد أبرز مشاريع التعاون الإقليمي، وفرنسا مهتمة بالمشاركة فيه كمستثمر أو كمستفيد مستقبلي، وهو ما يعزز موقف المغرب اقتصادياً ودبلوماسياً. تشكل زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي إلى الصحراء المغربية نقطة تحول في العلاقات المغربية الفرنسية، وتعكس تطوراً في الموقف الأوروبي تجاه القضية، كما أن تداعياتها تمتد إلى المشهد الإقليمي، حيث تعمق عزلة الجزائر في ظل اعتراف متزايد بسيادة المغرب على الصحراء. في النهاية، تظل هذه الزيارة خطوة دبلوماسية تحمل دلالات استراتيجية مهمة لمستقبل الصراع في المنطقة.